هلا والله بالشباب. فيديو اليوم مهم جدا، شلون تحصل على الكنز وبسهولة وما تخسر. اهم شي ما تخسر يعني الجوائز القيمة من الكنز الذهبي او الكنز او الهدايا. لازم تركز بالفيديو كل زين، وهذا الفيديو بشرح يعني مبسط كلش وسهل. اول شي هاي الحقول، عندنا 3 حقول، انتبه هاي مثل ما موضح قدامك. لازم تختار الكنز الصحيح، يعني قبل لا تختار لازم تختار هذا الكنز الذهبي او الوردي. تمام، شلون نختارهن؟ هذا الكنز يعني عندك حقول، انت 3 حقول مثل ما مضى او 4 حقول. اول حقل هم يعطوك اياه عشوائي. يبقى عندك 3 حقول، 3 حقول حاول تمليها من الكنز الذهبي والكنز الوردي. الكنز الذهبي هو ابو الهدايا، هو والوردي اثنيناتهم تكون الهدايا قيمة بيه. اما هذا الكنز فهو كنز عادي، يعني مثل ما مضى قدامكم هدايا بسيطة، بيه هدايا بس بسيطة، فلازم تبلي. شلون تحصل ذن الكنوز؟ ذن الكنوز تحصلهن بسهولة جدا، وهو تلعب جيم اونلاين. تمام، هاي الهدايا موجودة هنا، نمليهن. هذا 3 حقول موجودة رابط كنوز. تلعب جيم اونلاين او جيم مثلا ضد صديق صاحبك، ضد صديقك. اذا كان صديقك عنده كنز ذهبي فيلعب وياه جيم، ومن تكمل تختار الكنز. هسه اوضح لك بالفيديو شلون تختاره. تضغط على الكنز وتختاره بسهولة يتحول الك. هاي طريقة كلش بسيطة، وهي الطريقة الناجحة طبعا. او جيم اونلاين مثلا بالديفيجن او بالوضع التنافسي، وتشوف الخصم شنو عنده، شنو من كنز. اذا عنده الكنز الذهبي تختاره، اما اذا عنده كنز عادي فما تختاره. وهاي الهدايا تضغط عليها تقدر تاخذها من الكنز، تضغط على مثلا هاي تحصلهن. فهمتوا هسه؟ جدا يعني بسيط. تدخلون على اي جيم، وخاصة الجيم هسه من تسجيل هدف واحد، تدخلون عليه وتفوزون بالجيم، ويطلع لكم صاحبك شنو عنده، شنو من كنز تختاره. هسه انا مثلا عندي الكنز الذهبي، اذا تردون نلعب جيم سوا وتاخذون الكنز الذهبي من عندي. كلش بسيطة. تمام شباب، شاهدوا الفيديو النهاية، تضغط على متابعة وتاخذ الكنز. هسه اوضح لكم بالفيديو، يعني طريقة كلش بسيطة وسهلة وبدون لا دوخة ولا مثل ما بضع. شفت اغلب الفيديوهات انه ما واضحين بشكل صحيح، يعني اغلبهم يسوون دوخة، وهو اصلا ما لها داعي. كلش بسيطة وسهلة، وتاخذ الكنز تضيفه لك من خلال هذا. خاصة فعالية الوضع التنافسي هذا من هدف واحد، نشوف الخصم شنو عنده، شنو من كنز. اذا كان عنده كنز زين فاكيد انت تضغط على الكنز، تعطيه متابعة وتعطيه تغيير نضاف الك. تمام، ولا تنسون لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم.